عذرا معانا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. مساء الخير يا دكتور عصام، وتعليق حضرتك على المشهد اللي حضرتك شفته النهارده في استاد القاهره. مساء النور وتحياتي ليك وللضيوف. انا يمكن ما كانش اتيح لي الفرصه ان انا اشوف الماتش او اتابع اللي حصل لظروف خاصه، بس عرفت طبعا اللي حصل وانا انزعجت تماما. وعاوز اقول اولا لازم ببدا باعتذار لدوله تونس الشقيقه، شعبا وحكومه ولاعبين، واتمنى لهم السلامه، واتمنى السلامه لاي حد اصيب طبعا، لكن وايضا للجزائر الشقيقه اللي كان بيمثلها حكم اليوم. وانا عاوز اقول يعني بجميع المقاييس، انا في الحقيقه يعني ما قدرتش اتابع طبعا الحلقه عندكم، لكن بجميع المقاييس ما حدث هو بلطجه. بجميع المقاييس لا يمكن، ده هو الشعب المصري اللي قام بالثوره، لا يمكن ده يكون له علاقه بالناس اللي كانوا زي ما بطلق في ميادين التحرير، وليس ميدان التحرير في القاهره، في ميادين التحرير في مصر كلها. دول بلطجيه اساءوا اساءه بالغه للبلد. انا كلمت السيد وزير الداخليه يتعمل تحقيق ويجيب، لا يمكن الموضوع ده هيمر مر الكرام. دكتور عصام، الاتهام وجه مباشرة من ضيفنا في الاستوديو سيادة لواء حسن الوشاحي إلى أجهزة الأمن بأنها لم تأخذ الاستعدادات التي كان يجب أن تأخذها قبل المباراة، ومن ثم حدث ما حدث. تعقيبكم إيه؟ والله أنا يعني شايف طبعا إنه يعني أنا عشان كده بكرة يعني أنا بتكلم مع رئيس جهاز الرياضة وإن إحنا لازم نوقف مباريات الدوري. يعني ده هيبحث، لكن انا اعتقد انه ان المباراه تبدا بدون امن. اشوف يعني الناس بيقولوا لي ناس نازله بعصيان وبسنج والكلام ده كله. ادي يعني انا بس مش عاوز اقول لك اطمئنوا من الموضوع ده. دكتور شرف سمح انا بعد اذن فندم، انا بقترح على سعادتك السيد رئيس الوزراء، اقترح على سعادتك ان تضيف للسيد وزير الداخليه 2 نواب، واحد للوجه البحري وواحد للوجه الإبلي، على أن يقوموا بالنزول إلى هذه المناطق للتواجد ما بين الضباط والجنود وليعاونوا السيد الوزير الداخلية، لأن أنا في رأيي أن الأمن مش ممكن أبدا هيستقر من المكتب، ولابد من أن يكون نائب الوزير في الميدان ويرتدي زي الضباط ويعمل في وسطهم وليرفع معنوياتهم. طيب. على وأن يكون أيضا هناك بعض المحفزات التي ستعين أبنائنا الضباط في المرحلة القادمة على تحسس طريقهم وعلى الاندفاع بروح وطنية. اللي عايز يزرع الروح الوطنية فيهم شخصية عظيمة زي السيد رئيس الوزراء، لكن يجب ان سيادتك خلينا يكون شخصية ملهمة. قليل سيادة اللواء، سامحني دكتور شرف، يعني احنا متأكدين ان انت بتعرف تسمعنا كويس، بس كمان انت مضطر تسمع مننا كلمة انه الثورة المضادة بقت كلمة سيئة السمعة، واحنا بقينا خايفين زي ما كنت بقول ان لو تعاملوا قبل كده مع ملف الدين والفتنة الطائفية، دلوقتي بيشدونا للرياضة، والرياضة يعني وجود دولي وشباب. يعني حضرتك هتتعامل مع الحكاية دي ازاي؟ أنا زي ما قلت إنه هذا الموضوع مش هيمر مر الكرام، إنه تبقى دي يعني الرسالة اللي جاية لنا إن هناك كمان يعني لا يعطي أي اعتبار للدولة. وأنا يمكن في حديث سابق قلت إن الناس نتعوا، إنما هيكل الدولة ده هيكل الدولة، ولا يمكن إن احنا إن شاء الله نسمح بكده. ثورة مضادة بغض النظر عن التسميات، انت بتشوفي ان هناك ناس بيستغلوا الموقف، ناس بلا ادنى مشاعر نحو الوطن، ودول اللي يجب ان يعاملوا بالمثل. دولت ما ناخذهمش بالرحمة ابدا. فانا يعني بغض النظر عن المسميات ارجو، بغض النظر عن النشاط ايا كان، فإن كل من لا يحترم هذا البلد، وأنا قلت قبل كده إن كل من ناصب الثورة العداء فلا مكان لنا له بيننا.
هذا هو ده عمل مضاد للثوره، لروح الثوره. هل يمكن الناس دول باي صوره من الصور ينتموا للناس اللي كانت في ميادين التحرير زي ما بقول؟ هي بس المسألة يا معلم يا سيادة رئيس الوزراء يعني تحتاج إلى أنياب قوية منكم. يعني المصري الشريف يريد أن تظهر الحكومة بمظهر قوي أمامه. أنا معاك، وإحنا مع السيد وزير الداخلية في الأمور بتحسن، ولكن يمكن ببطء. وأنا حريص جدا حتى أننا نزور ونتفاعل مع الزملاء الضباط، وان شاء الله خير باذن الله. وبعدين برضو بقى لازم ارمي الكره في ملعبكم شويه، الاعلام يعني انتوا برضو من جانبكم بتشجيعكم وبوقوفكم جنبينا ان شاء الله باذن الله امور كتير هتتحقق. لكن كل اللي اقدر اقوله سريعا جدا عشان يعني اختصر، ان انا بقدم اعتذاري مره ثانيه لحكومه تونس وشعبها واللاعبين، واتمنى سلامتهم وسلامه حتى لو اي حد من اللعيبه المصريين او من الجمهور المسالم، وايضا للجزائر. وهيبقى في تحقيق، وان شاء الله مش هيمر كده ان شاء الله سريعا. وانا مع جهاز الرياضه لازم ندرس وقف الدوري الى ان يكون هناك يعني امن حقيقي لهذه الامور. مش عايزين نثقل ونطيل على سيادتك، لكن عايزين وعد بزيارتنا في مصر في اسبوع في الحلقه المقبله يوم الجمعه، وارجو انه ده يكون متوفر ويكون متيسر لسيادتك. والله ربنا يسهل ان شاء الله. يعني انا ما اقدرش اوعد او انما يسعدني والله. فبس احنا يعني تعرف احنا بنشتغل يعني ليل نهار لبعض الامور، وان شاء الله باذن الله هيجي فرصه نجتمع بيكم في اي ما يسعدني يعني ان اكون معاكم، بس خليها بوقتها ان شاء الله. ربنا يكون في عونكم. شكرا جزيلا دكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري على هذه المداخله. كنت عاوز اقول